السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ جاي النهارده اكلمكم عن 3 حاجات، وهم رأيي في التحديث الجديد، وايه اللي اللاعبين عايزينه، وايه اللي ممكن يحصل فيه التحديث اللي جاي. وقبل ما نبدأ، حابب اشكر صديقي رايدر على رعاية هذا الفيديو، علشان هو اللي عمل اللوجو الجديد والانترو الجديدة للقناة. وطبعا هسيب لكم اللينك بتاع التيك توك بتاعه في الوصف، وهسيب برضو اللينك في صفحتي على التيك توك برضو في الوصف، ونخش على الفيديو على طول. نبدأ بأول حاجة، وهو رأيي في التحديث. بصراحة التحديث هو مفيهوش أحداث كفاية أو حاجة تكون زيادة، سواء في الموفمنت أو الخريطة. وموضوع الإزالة بتاعت خريطة لامتون دوت برضو لا يغتفر. لكن غير كده فالتحديث جميل بصراحة، ومفيهوش أي أخطاء أو جلتشات كتير. ممكن تكون الجلتشات في اول يوم. فالتحديث جميل بصراحة، ما فيهوش اي اخطاء او جلتشات كتير. ممكن تكون الجلتشات في اول يوم في اللعبة بس، غير كده مقارنة مع السيزونات التانية فهو تحديث كويس. وخصوصا في التحديثات بتاعت الاسلحة وتغييرها، بصراحة حاجة ممتازة جدا، خصوصا في أسلحة الإيكي والإم 4 والمولد وكمان اليو إم بي. علشان كده أديه 6 من 10، علشان أديه حقه برضه. إيه اللي عايزينه لاعبين فارلايت؟ صراحة أنا هقول اللي عايزه لاعبين فارلايت القدماء، علشان مش عارف لاعبين الجداد عايزين إيه أصلا. فرقم 1، ارجاع الجيت باك. عايزين الجيت باك ترجع علشان يستعيدوا ذكرياتهم القديمة من السيزون السابع وغيره. وردي على الموضوع ده بانه امر مستحيل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، علشان فارلايت كل ده بتطور اللعبة علشان تكون بدون جيت باك اصلا. رقم 2، احداث اكتر. واحداث هنا مش قصدي سكنات جديدة او اي حاجة تانية، لا، انا عايز موفمنت جديدة للعبة، وعايز مدات للعب اقوى. واظن ان كل اللاعبين سواء قدماء او جداد معايا في ده، والمفترض من فارلايت انها تعمل كده علشان ترضي لاعبينها، سواء هتتعاقد مع ايه اصلا. رقم 3، عايزين شخصيات واسلحة جديدة. لكن الشركة ردت على اسئلة زي دي، وقالت بانها هتخلي كل حاجة جديدة زي الشخصيات، زي ما غيرت مومو. يقولوا سندا وامبر عايزين يغيروا كل الابطال، ونفس الموضوع مع الأسلحة. طب ايه اللي ممكن يتحط في التحديث الجديد لشهر 9؟ اللي اتكلموا في الموضوع ده قبلي هما تيموي وستارك 84، وبصراحة عجبتني تعليقاتهم على الموضوع ده، علشان فارلايت اتكلمت على ان التحديث اللي جاي هيبقى تحديث مجنون. وتحديث مجنون يعني تحديث قوي. وعلشان نفكر بالعقل كده، بالنسبة للي عملته فارلايت في التحديثات السابقة، أظن بأن التحديث القادم هيتمحور حول 3 حاجات، وهما رقم 1، خريطة لم. زي ما انتوا عارفين بأن فارلايت شلت خريطة لمتون عشان تطورها، وبالنسبة لسرعة التطوير دي فأظن بأنها هتنزل بعد 4 شهور. السيزون ده 4 شهور، والدليل في المهام بتاعة الباتل باس هتلاقيها 16 اسبوع، مما يعني بان ده حاجة اكيدة عن ان فارلايت عن التحديث، الا لو فاجئونا وخلوها في التحديث اللي هينزل ما بين السيزونين، او يا اما هيرموها لغاية السنة الجاية. رقم 2، تغييرات في الشخصيات، وده امر بديهي. كل تحديث بتتغير شخصية جديدة، واظن ان الدور هيبقى على اي شخصية فيها الجيت باك الافقي، ما عدا شخصية ام كي ار، علشان انا متأكد ان هم هيغيروا من مهاراته في التحديث اللي ما بين السيزونين. فممكن يغيروا شخصية زي القبطان او سانل او حتى سانا، وده رأيي الشخصي. رقم 3، مود جديد. ممكن حتى لو بالنسبة صغيرة جدا ان فارلايت تنزل مود جديد زي مود الآلي اللي هم قالوا لنا عليه من السنة اللي فاتت، او ممكن حتى مود تاني. افتكروا بان ديت هي الحاجات اللي شبه مؤكدة، يعني مش شرط تكون مؤكدة عن التحديث الجديد. وبكده قلت كل اللي عندي. قول لي رأيك في الكومنتات، لو عايز تضيف حاجة او عايز تتناقش معايا في اي حاجة فانا هرد عليك ان شاء الله.
يعني ممكن اتأخر، بس ان شاء الله هرد عليك. وبس كده، حط لايك لو عجبك الفيديو، وحطه برضو لو ما عجبكش، وبس كده. سلام.